واحدة بتحكي قصتها وبتقول إنها دايما ناجحة في العلاقات. طب إيه يا ترى سر نجاحها؟ إنها ست مش نكدية ودايما ما بتطلبش كتير. بعد فترة بتقول إن أنا خدت أكبر صدمة في حياتي. طب يا ترى ليه؟ بتقول أنا اكتشفت إن أنا بدرب أي حد أتعامل معاه إنه من أول يوم ما يحتاجش يراعي احتياجاتي. فكانت لما تتعرف على حد بتحتاج إنها تكلمه ويقول لها أنا مشغول، رغم إنها عارفة إن عنده وقت لحاجة تانية كان على لسانها دايما ولا يهمك. قال حاجة ضايقتها أكيد ما يقصدش. طب هي محتاجة دلوقتي تتكلم، خليها في وقت أكون رايق. كل ده عشان كان عندها خوف من جملة ست متطلبة، مش عايزة تكون زنانة وبتحمل اللي قدامها دايما. يعني ما كانتش عايزة تبقى الست اللي بتطلب كتير، تحتاج كتير، تزعل كتير، تتكلم كتير. فكانت كل مرة عندها احتياج بتصغره قبل ما تطلبه. حتى لما تكون زعلانة بدل ما تقول أنا اتضايقت بتقول يمكن أكون أنا حساسة شوية. بدل ما تتكلم براحتها وتقول أنا محتاجة أشوفك تقول لو فاضي ممكن نتقابل. وبدل ما تقول على أي حاجة إنها مش مناسبة ليها بدلتها بكلمة عادي. وكأنها بتقول من غير ما تنطق أنا سهلة، لو سمحت ما تسيبنيش. سألتها لو بطلت تسهلي كل حاجة عليه خايفة ايه اللي ممكن يحصل؟ فكرت شوية لوحدها وبعدين قالت ممكن يكتشف انه مش محتاجني. وهنا ظهرت المشكلة كلها. هي كانت بتحاول تكون مرغوبة. طيب يا ترى ازاي انها تخلي كل حاجة سهلة حتى نفسها؟ في العلاقات الطبيعية ده بيحصل عادي لما بيكون الموضوع خد وهات والدنيا سهلة وبسيطة والطرفين كويسين. المشكلة هنا ان الشخص اللي اتعرفت عليه من البداية هي ما سمحتلوش ان يعرف احتياجاتها الحقيقية اصلا، لأنها كانت بتحذفها قبل ما توصل له. فطبيعي إن شكل العلاقة بتبان إنها ماشية. هو فاكر إنها فعلا مش محتاجة حاجات كتير، وهي من جواها ابتدت تسأل نفسها هو ليه مش حاسس بيا؟ إحنا اتفقنا نجرب حاجة مختلفة، إنها تقول الطلب مرة واحدة ومن غير اعتذار. تقول مثلا إنها زعلانة من غير ما تشرح له 10 أسباب يا ترى ليه من حقها تزعل، وتقول ده مش مناسب ليا وتسيب للي قدامها مساحة إنه يقرر. يا ترى هو عايز يتعامل مع احتياجاتها مهمة بالنسبة له فعلا؟ واللي حصل بعد كده ما كانش سهل عليها بس إحنا كنا مستعدين ليه. هي بدأت تشوف الشخص اللي قدامها بوضوح. اللي يهمه إنها مرتاحة بدأ يقرب أكتر، واللي كان مرتاح مع النسخة اللي بتستحمل تسكت تقول عادي بدأت تظهر مشاكله مع النسخة الجديدة. ولو طبقنا كل الكلام ده على الراجل أو الست احنا هنا محتاجين نسأل سؤال. يا ترى انتوا بتختاروا شريك حياة بياخد كتير ولا انتوا اللي بتخشوا علاقة من الأول وانتوا بتقولوا احنا مش محتاجين كتير؟ وعلى فكرة أوقات الشخص اللي قدامكم بيصدقكم. وبلاش نقول لو مهتم، هو لو عنده دم بيفكر وبياخد باله. لو ما عندوش دم يبقى بالنسبة له كل ده طبيعي. أوقات التغيير الحقيقي بيجي لما بنفهم إحنا ما بنطلبش عشان إحنا محتاجين، أو لأن طرف خايف إنه يتساب ويتقال عليه متعب وطلباته كتير. العلاقات الطبيعية فيها حاجة اسمها خد وهات، خد وهات، بس كل واحد بشكله. لايك وشير عشان تشجعوا المحتوى المحترم وتقدروا تعبروا عن نفسكم سواء موافقين على الكلام أو معترضين عليه في التعليقات. أنا بقراها كلها. أنا هيثم المعداوي، وإن شاء الله في المستقبل هكون واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية. مع السلامة.